السلام عليكم ورحمة الله، كيفكن يا شباب؟ إن شاء الله جميعا بخير. شرح جديد وطريقة جديدة، وشرحنا اليوم كيفية عمل رقم أمريكي من برنامج التو أونلاين. كيفية التسجيل في برنامج التو أونلاين، حل مشكلة عدم التسجيل، وتخطي مشكلة الكبتشة، وحل مشكلة عدم إعطاء أرقام في واجهة الأكواد. رح نشرح جميع الخطوات الصحيحة وحل جميع المشاكل بأحدث إصدار من سوق بلاي لبرنامج التو أونلاين. روابط البرامج المستخدمة في الشرح أسفل الفيديو في الوصف. أول خطوة صديقي، بتنزل برنامج السيرفرات وبتتصل بثالث سيرفر أمريكي، أو بتتصل برابع سيرفر أو آخر سيرفر أمريكي. رابط برنامج السيرفرات أيضا أسفل الفيديو في الوصف. لازم تكون عندك سرعة النت أقل شيء 1 ميجا 2 ميجا. إذا كانت 512 ما رح يشتغل عندك برنامج الأرقام. نفتح برنامج التو أونلاين يا شباب. هون يا صديقي بتضغط على خيار إنشاء حساب جديد، خيار ساين أب، وإذا بدك تسجل بحساب قديم حسابك الجيميل بتضغط على خيار لوج إن في الأسفل. نضغط على خيار إنشاء حساب جديد، خيار ساين أب، وهون يا شباب بأول سطر بنحط أي اسم باللغة الإنجليزية، بتحط 5 6 أحرف صديقي، رقمين 3 @yahoo.com أو @hotmail.com. إذا ما سجل معك على الياهو بتبدل على الهوت ميل، ما في مشكلة، البرنامج شغال تمام. وبتاني السطر مثل ما بتشوفوا بنحط أيضا أي كلمة باسورد من حروف وأرقام ورموز. بعدين يا شباب نضغط على هذا الخيار، بيظهر معنا خيار ساين أب، خيار التسجيل. هلا هون ركز معي صديقي، بعد ما تضغط على خيار ساين أب إذا أعطاك خطأ في الباسورد باللون الأحمر، لازم في البداية تجرب تبدل من الهوت ميل على الياهو. إذا كنت أنت عم بتسجل بالهوت ميل بتبدل على الياهو. إذا ما انحلت معك مشكلة الباسورد، هون يا صديقي لازم تعمل له مسح بيانات لبرنامج التو أونلاين، وترجع صديقي تسجل من جديد بنفس الخطوات. راح تنحل معك المشكلة وراح يسجل معك دخول. ويفضل صديقي إذا واجهتك نفس المشكلة ترجع إلى برنامج السيرفرات، مثل ما حكينا بتبدل على السيرفر الأمريكي الثالث أو الرابع أو آخر سيرفر أمريكي. نضغط على خيار التسجيل. إذا جاب لك هون خطوة الكبتشة صديقي بتضغط مطولا، وعلى الأغلب إذا عم تتبع الخطوات الصحيحة ما راح يطلب منك خطوة الكبتشة. ننتظر ثواني على البرنامج يا شباب. سجل معنا دخول مثل ما بتشوفوا بدون أي مشاكل، وخلال أقل من دقيقة هون بيطلب منا السماح بالوصول للموقع، فبنضغط على تاني خيار في الأسفل. هلا بواجهة الأكواد يا شباب صديقي بتحط إحدى الأكواد الأمريكية اللي عم بحطهم أمامكم، وبتضغط على خيار كونتينيو. مشكلة الأرقام الأمريكية للواتساب عم بتعطي أغلب الأرقام، الرقم ليس رقما خليويا، فلازم صديقي تقسم الشاشة وتجرب رقم من الأرقام قبل نهاية الدقيقة من برنامج التو أونلاين. فقط هاي الخطوة للواتساب، لباقي البرامج أغلب الأرقام شغالة تمام. مثل ما بتشوفوا مثلا أعطانا 5 أرقام من الكود 425، وأعطانا خلال دقيقة لازم نختار رقم من هدول ال5 أرقام، فلازم نقسم الشاشة، ويفضل يكون بجانبنا جهاز ثاني ونجرب إحدى الأرقام في برنامج الواتساب، لأنه مثل ما حكينا كتير الأرقام أو أرقام كتيرة من برنامج التو أونلاين عم تعطي الرقم ليس رقما خليويا فعليا في دولة الولايات المتحدة الأمريكية. إذا بدك تفعل برنامج آخر غير الواتساب اختار أي رقم بشكل عشوائي. إذا طلعوا معك كل الأرقام مشغلة، كل اللي عليك بترجع خطوة للوراء وبتنتظر لنهاية الدقيقة، بترجع بتحط إحدى الأكواد وبتجرب رقم من الأرقام. طيب أنت عم بتحط إحدى الأكواد وأعطاك خطأ ما أعطاك أرقام، جرب بدل بين الأكواد. ما انحلت معك المشكلة لازم تعمل له مسح بيانات لبرنامج التو أونلاين، وترجع صديقي تسجل من جديد بنفس الخطوات. راح تنحل معك المشكلة وراح يعطيك أرقام. مثل ما بتشوفوا راح نختار رقم من الأرقام قبل نهاية الدقيقة من الكود 253، وراح نشرح طريقة تبديل الرقم والحصول على رقم جديد من داخل إعدادات برنامج التو أونلاين. راح نختار هذا الرقم الأمريكي اللي بيظهر أمامكم يا شباب، إن شاء الله يطلع شغال، وبنضغط هنا على خيار كونتينيو في الأسفل. هيك بيكون حصلنا على هذا الرقم الأمريكي. بنضغط على خيار التخطي مثل ما بتشوفوا، أيضا نضغط هنا على خيار سكيب. فتح معنا برنامج التو أونلاين على الواجهة الرئيسية. هيك بيكون حصلنا على هذا الرقم الأمريكي. نضغط على 3 شخط بالأعلى. بالبداية بيطلب منا السماح بالوصول للوزنات، فبنضغط على أول خيار وبنعطيه السماح بالوصول لجميع الوزنات. إذا بدنا ناخد الرقم كوبي بنضغط على 3 شخط في الأعلى. هذا هو الرقم الأمريكي بيظهر أمامكم يا شباب.
نضغط عليه ضغطة واحدة بيجيب لنا هدول الخيارات، فبنضغط على هذا الخيار مثل ما بتشوفوا في الأسفل على يمين الشاشة، بنسخ معنا الرقم بشكل تلقائي. نتوجه إلى برنامج الواتساب، بإمكانك تتوجه إلى أي برنامج بدك تفعل أي برنامج صديقي، أي موقع بإمكانك تفعل بهذا الرقم الأمريكي أي برنامج أو موقع. هون في البداية لازم نروح إلى قسم الأذونات مثل ما بتشوفوا، نتأكد من السماح بالوصول إلى جميع الأذونات ما عدا الكاميرا والموقع مشان ما تواجهنا مشكلة بالحصول على الرسالة اللي بتحتوي على كود التفعيل. بنحط +1 نداء الولايات المتحدة الأمريكية في برنامج الواتساب، بنضيف الرقم يا شباب، نضغط على موافق، الرقم شغال تمام ما في أي مشكلة، فبنضغط على موافق، وهنا مباشرة لازم الرقم يعد معنا، وبالتالي لازم مباشرة يوصلنا رسالة نصية بتحتوي على كود التفعيل. الرقم مفعل من إحدى الأشخاص سابقا، فبننتظر هون لنهاية الدقيقة وبنضغط على خيار إرسال الرسالة. أهم شي صديقي مثل ما حكينا تتأكد من السماح بالوصول للأذونات. إذا صديقي بدك تبدل هذا الرقم الأمريكي وتحصل على رقم جديد، بتضغط على خيار الإعدادات، خيار سيتنج، بتضغط على أول خيار أكونت وبتنزل إلى الأسفل، بتضغط على خيار تو أونلاين، خيار الرقم، بعدين بتضغط هنا على 3 نقاط في الأعلى، بيعرض عليك الموافقة، بتضغط على آخر خيار الموافقة، مباشرة رح يرجع يحولك إلى واجهة الأكواد، بترجع صديقي بتحط إحدى الأكواد الأمريكية وبتحصل على رقم أمريكي، رقم جديد. نرجع إلى برنامج الواتساب يا شباب، باقي عنا 10 ثواني تقريبا. مثل ما حكينا بنطلب كود التفعيل، بالضغط على خيار إرسال الرسالة، لأنه برنامج التو أونلاين بيدعم كود التفعيل برسالة SMS بشكل مجاني. أما إذا طلبت كود التفعيل بالضغط على خيار اتصل بي، راح يطلب منك برنامج التو أونلاين الاشتراك بمقابل وصول كود التفعيل باتصال، فنحن بدنا نحصل على كود التفعيل بشكل مجاني، نضغط على خيار إرسال الرسالة مجددا، راح يعد معك الرقم مباشرة. مثل ما بتشوفوا خلال ثواني وصلنا رسالة نصية بتحتوي على كود التفعيل. مثل ما بتشوفوا نحط كود التفعيل أمامكم يا شباب، ننتظر ثواني بنرجع بنضيف الرقم. بهاي الخطوات صديقي بإمكانك تفعيل الواتساب وباقي البرامج اللي بتتطلب أرقام للتفعيل. وبهاي الخطوات شرحنا حل جميع المشاكل، وشرحنا كيفية الحصول على كود التفعيل بشكل مجاني. ها هي رسالة يا شباب أمامكم بتظهر أو بتحتوي على كود التفعيل للواتساب. أهم شي صديقي بعد ما تفعل الواتساب لا تنسى تفعل التحقق خطوتين، ويفضل تربط حسابك بإحدى حساباتك الجيميل. مثل ما بتشوفوا أمامكم يا شباب بهاي الخطوات بإمكاننا تفعيل رقم أمريكي من برنامج التو أونلاين وحل جميع المشاكل مثل ما بتشوفوا أمامكم بهدول الخطوات. نهاية الرقم بيظهر أمامكم يا شباب، نفس الرقم اللي فعلنا فيه الواتساب، نهاية الرقم بيظهر أمامكم. لهم بيكون انتهى شرحنا. أي مشكلة اكتبوا لي بالتعليقات، أنا جاهز لأرد عليكم وأساعدكم. دمتم بخير جميعا.